مساء الخير واهلا بحضراتكم يوم جديد على شاشه الفضائيه المصريه من مصر ومن الدنيا ومباشر من مصر على التلفزيون المصري. في الحقيقه الواحد بيشعر بفخر عندما تصبح مصر قبله للزيارات. انا اتحدث هنا عن قبله سياسيه دبلوماسيه وجهه لزيارات الرؤساء وسكرتير عام الامم المتحده. لما احنا النهارده نلاقي عندنا سكرتير عام الامم المتحده جوتريش يكون موجود في مصر ويقابل فخامة الرئيس السيسي. أيضا كان في مؤتمر صحفي جمعوا مع معالي الوزير سامح شكري وزير الخارجية المصري. أنا استوقفتني جملتين هامتين على لسان سكرتير عام الأمم المتحدة أو كما يقال في الإعلام أمين عام الأمم المتحدة. أول حاجة إن الجولان هي أرض سورية محتلة، هو اعتراف من الأمم المتحدة بأن القرار الذي تم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لا يمثل شيء على أرض الواقع سوى أنه مجاملة لإسرائيل. الجولان هي أرض سورية محتلة كما جاء على لسان الأمين العام للأمم المتحدة زي ما شفنا في المؤتمر الصحفي. الحاجة الثانية قال كلمة هامة جدا خلال لقائه مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة في قصر الاتحادية وأيضا مع معالي الوزير سامح شكري، ألا وهي أن مصر هي دولة حيوية في منطقة الشرق الأوسط، ولولا مصر ما سيتحقق الاستقرار في هذه المنطقة. دي حاجة مهمة جدا، دي حاجة نتوقف عليها، ودي بتلقي مسؤولية كبيرة جدا على الدولة المصرية اللي بالفعل بعد 30 يونيو استطاعت أن هي تستعيد قوتها على المستوى الإقليمي ودورها العظيم اللي فعلا يليق بها كدولة عظيمة. خلونا النهارده نتكلم باختلاف في مباشر من مصر. النهارده هنتكلم على التعديلات الدستوريه اللي حضراتكم لازم تعرفوها، ولازم تعرفوا ليه بيتعدل الدستور وليه ممكن يترفض او يتوافق مجلس النواب، فممكن او يترفض يتعمل استفتاء، وده كل ده داخل في مجلس النواب، يعني لازم يتوافق تلتين الاعضاء عشان يتعمل استفتاء لهذا التعديل الدستوري اللي احنا بنتكلم عليه واللي حضراتكم اكيد عارفين. الجزء الثاني من الحلقه هيكون فقره اخرى مع زميلتي ايمان العقاد، ولكن قبل ما ابدا وارحب بضيفي الكريم اللي مشرفني وهو فقيه قانوني واستاذ قانون دستوري، النهارده انا عايز احيي هيئه الاستعلامات متمثله في الدكتور ضياء رشوان. حاجه محترمه جدا ان احنا نعمل بوابه لافريقيا باللغه الصينيه. الصين من اكبر شعوب العالم، مليار وكسور نسمة. لما انت النهارده بتتحدث عن مليار 250 مليون نسمة في الصين، لو هنتكلم على هذا العدد ويكون عندك بوابة إلكترونية عن افريقيا باللغة الصينية وتطلق من مصر رئيس الاتحاد الافريقي، هي دي المسؤولية الحقيقية اللي احنا موجودين فيها كدولة مصرية، وده شيء محترم جدا يدل على اننا فعلا بنخطو خطوات مهمة نحو المسؤولية تجاه هذه القارة. ايضا النهارده فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث ببرقيه تهنئه للرئيس السنغالي من اجل تهنئته باليوم الوطني او العيد القومي للسنغال. امور كثيره جدا. وجودنا في القاره الافريقيه وجود هام. القياده المصريه الحكيمه فعلا بتسير في خطوات يعني ثابته نحو تاكيد رئاسه مصر للاتحاد الافريقي، وان شاء الله الفتره القادمه سيتم يعني تنفيذ كافه الوعود اللي وعد بها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه عندما تسلم رئاسه الاتحاد الافريقي انها ستكون قاره سلام وايضا دعم وتضامن ما بين الدول الافريقيه. ارحب بضيفي الكريم اللي مشرفني النهارده، ما اعرفش هتتفق معايا بقى في مقدمتي ولا لا، بس نرحب بيه وانا سعيد بوجوده معانا النهارده. مشرفنا الاستاذ الدكتور رجب محمود طاغن، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة وأستاذ القانون الدستوري الكبير. مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ مساء الخير، أهلا بحضرتك. نورنا وشرف إنك موجود معانا. أكيد طبعا، كل واحد له الشرف إنه يظهر من تلفزيون بلده ومن التلفزيون المصري، ده يعني فخر لأي مواطن لو شرف لينا وجود قامة كبيرة زي حضرتك، وشرف ليا إن أنا أكون مع حضرتك. لا يا فندم، ده شرف ليا إن أنا أكون عشان نبين للناس قامة ونوضح لهم الأمور بمنتهى البساطة. هتفتح لي قلبك ان شاء الله وهتجاوبني بكل صراحه. طبعا ده دورنا طبعا، ان احنا نوصل للناس باسلوب بسيط، نوضح لهم الافكار بشكل بسيط عشان يقدر يقرر احنا رايحين فين والبلد متجهه لايه، عشان يقدر نستفيد اكتر، احنا ننقل بلدنا نقله مختلفه تماما. يعني اول سؤال،
انا اتكلمت في الموضوع ده اكتر مره، بس اول سؤال برضه عايز صراحه لحضرتك كمواطن مصري استاذ قانون دستوري. لماذا التعديلات الدستوريه؟ ليه بتعدلوا الدستور؟ لاسباب كثيره جدا. يعني لو بصينا اصلا حضرتك لظروف وضع هذا الدستور، احنا البلد حضرتك هذا الدستور بالمناسبه هو تعديل الحالي، هو تعديل لدستور 2012. وانت حضرتك وكل المشاهدين شافوا اللي حصل في مصر في سنه 2012، ويعني ما تم من مجهودات جباره حتى استعاده الدوله في 30 يونيو. ولذلك كانت ظروف خطيره جدا، ضروره نقل الدوله لمرحله اخرى اكثر ايجابيه اكثر حيويه تنهي الانسداد السياسي فيها. فكان عندنا احوال كتيره جدا. لو بصينا للاحوال السياسيه، كان حضرتك عندك دوله بلا سلطات بعد 30/6 نهائيا. كان ما فيش على فكره والله كلام الدكتور رجب هو الصحيح، انك كنت مطالب على المستوى الدولي. اظن ان انت طبعا. يبقى هناك دوله. اين الدوله المصريه؟ اين مؤسسات الدوله المصريه؟ طبعا حضرتك صح. اكيد اي دوله بيحصل فيها يعني عمليه كبرى او اشياء استثنائيه زي اللي حصل في مصر، من الضروري امبارح قبل النهارده انك تظهر تاني قدام المجتمع الدولي كدوله قويه، كدوله يعني بتعبر عن نفسها بشكل حيوي. ممكن اضيف حاجه، ان كان هناك محاولات والناس المحترمه بتعمل الدستور او بتعدل في دستور 2012 ان محاوله اختطاف للدوله المصريه ساعتها. نعم. لو بصينا لدستور 2012 كان فيه اشكاليات كبرى وبيكرس ليه اتجاه يمحي هويه الدوله المصريه. الدوله المصريه اللي احنا عارفينها بتاريخها المتجذر، بافقها السياسي، بافقها الاقتصادي، بافقها الاجتماعي، ده حضرتك كان بدا يتغير وكلنا شفناه بالتاكيد. بدا في سنه 2012 السنه الغريبه اللي عشناها، او بمعنى ادق بدات مقدماتها من سنه 2011 ثم كانت تكرست في سنه 2012 لحد مرحله استعاده الدوله بسلام الله في 30/6. اذا كلام الاستاذ القانون الدستوري وكيل كليه الحقوق جامعه القاهره الدكتور رجب محمود طاغن يقول لك لازم تعديلات الدستوريه لاننا نحتاج اليها. السؤال الاخر، لماذا الماده 226 عليها لغط كثير واهل الشر بيحاولوا ان هم يتلاعبوا فيها؟ انا قلت لازم علامه قانونيه يفهمني ليه. بالتاكيد الماده 226 هي سر المشكله في اللغط اللي حصل في الشارع وضروره ازاله اللبس بشان الماده 226. الماده 226 يا فندم بتحدد اجراءات تعديل الدستور. في الفقره الاخيره بتقول ولا يجوز في جميع الاحوال تعديل النصوص المتعلقه ده اللي احنا عايزينه باعاده انتخاب رئيس الجمهوريه او بمبادئ الحريه او المساواه الا اذا كان التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات. دي حضرتك خدوا منها ان احنا امام حظر على تعديل الدستور، وان اللي بيحصل النهارده مخالف للدستور، وان هي اراده سياسيه وليست اراده قانونيه متأطره في اطار دستوري. الماده 226 حضرتك ما بتتكلمش عن قيود او حظر على التعديل. لو فسرناها بشكل واضح، الماده 226 بتتكلم عن شروط للتعديل. عن شروط للتعديل لان القيد. بس نوضح للناس عشان تبقوا عارفين ايه اللي بيتعدل وايه اللي بيحصل. بالتاكيد تجاوز القيد، ما احنا كاساتذه قانون دستوري تجاوز قيد التعديل او حظر التعديل ده بيبقى فيه مشكله. وبنقول ان انا عايز تعديلين اتنين، عايز تعديل لتجاوز الحظر ثم تعديل لطرح الافكار اللي انت عايز تدخلها في الدستور. هو اخر سطرين في الماده عايزين نوضحهم اكتر للناس، اصل تعالوا اخر سطرين هم اللي بيتلاعبوا بيهم اهل الشر بصراحه. يقينا الماده 226 في الفقره الاخيره هم اخر سطرين اللي هي حضرتك حظرت تعديل النصوص او قالت لم تجز. مش هقول حظرت، لم تجز تعديل النصوص المتعلقه باعاده انتخاب رئيس الجمهوريه الا بمزيد من الضمانات. ده حضرتك شرط يعني ايه مزيد من الضمانات؟ مزيد من الضمانات، خليني بس اقول لحضرتك ان المؤكد ان الماده 226 لا يدخل فيها اولا هو بيتعلق حظر او قيد او شروط اعاده التعديل تتعلق بفكره ولايات رئيس الجمهوريه. تمام. فالماده 226 تقرا مع الماده 140 تتكلم عن مدتين رئاسيتين. لما يجي يقول لا يجوز الا بمزيد من الضمانات، ايه هي مزيد من الضمانات؟ معنى كده ان التعديل لا يمكن ان احنا ننزل لولايه واحده. نعم. ولا يمكن نبقى عند الولايتين لان اوريدي الولايتين موجودين، يبقى بالتاكيد المشرع الدستوري يقصد ولايه ثالثه او رابعه او الى اخره. بالظبط.
ايه القيد بقى او الشرط للتعديل؟ الا بمزيد من الضمانات. مزيد من الضمانات دي حضرتك قد تكون بمعنى ضيق وقد تكون بمعنى واسع، وانا دايما بفهمها بالمعنى الواسع. طب المعنى الضيق ان انت مثلا تطلب مثلا تأييدات الشعبية لانتخاب رئيس الجمهورية بدل 25,000 تأييد تخليهم مثلا 50,000 تأييد. ممكن مثلا تتكلم عن اللي بيؤيدوا طلب الترشيح من أعضاء مجلس النواب، تزود العدد، تضاعف العدد. ممكن حضرتك بدل ما تقول 1000 تأييد شعبي من المحافظة تخليهم مثلا 2000 تأييد من ذات المحافظة. ممكن تتكلم عن منصب نائب رئيس الجمهورية، ممكن تتكلم عن تعديل في شروط مساءلة رئيس الجمهورية. دي ضمانات ضيقة، دي مزيد من الضمانات. لكن في ضمانات بالتأكيد الدستور هو وثيقة سياسية طبعا يعني بتحكم كل مناحي الحياة في البلد. فبمزيد من الضمانات دي حضرتك تقدر تتكلم عن دعم المرأة، دعم الفئات الضعيفة في المجتمع. ممكن لو عودة أو إنشاء مجلس للشيوخ يقوم بدور تشريعي حقيقي. طب بالمناسبة دي صحيح، انت حضرتك قلت كلام محترم جدا، موضوع ان في فئات ما كانتش تقدر يتم تمثيلها في مجلس النواب، معلش ده زي مثلا اصحاب الهمم او ذوي الاحتياجات الخاصه او غيرهم، ما كانش المراه برضه ما كانش هيبقى ليها تمثيل كبير. طيب انا النهارده عندي مجلس شيوخ، في ناس بتقول لك هو انتوا هترجعوا مجلس الشورى تاني؟ يعني هل انت موافق على الرجوع حضرتك كقامه قانونيه؟ انا عارف اراء كثير من الساده الموجودين، ولكن انا اتحدث مع دكتور رجب طارق، هل انت مع عوده مجلس الشيوخ كما كان سابقا، ولا يرجع ومفيش مشكله بس يتعمل معاه بعض التعديلات والتغييرات؟ خلينا اقول مباشر، بشكل مباشر على طول صريح. مباشر من مصر. مباشر من مصر طبعا، ان عوده مجلس الشيوخ او عوده مجلس الشورى في صوره مجلس شيوخ بالشكل المطروح ده انا ضده. بالتاكيد لسنا في حاجه الى مجلس شيوخ عباره عن شكل او عوده لمجلس الشورى في شكل دراسات وابداء توصيات. احنا عايزين حضرتك بنطور الحياه السياسيه، عايزين ندعم المجال الاقتصادي والمجال السياسي وكل انواع الحياه في نواحي الحياه في مصر. طب انا عايز مجلس شيوخ حقيقي. طب اسالك سؤال وصلح لي، هل يعني انا كشاب رؤيتي ان مثلا لو مجلس الشيوخ جه ممكن يبقى مجلس حكماء ولكن بصلاحيات وتشريعات برضو موازيه مع مجلس النواب؟ وبالتاكيد صح؟ بالتاكيد، بس ما يبقاش مجرد صوره او اعضاء، يعني اعضاء ما نجحوش في مجلس النواب بنحطهم في مجلس الشورى نجاملهم. انا بالتاكيد اقدر اقول مباشره انه برضه مباشر من مصر ثاني ان هو قد يكون مجلس حكماء، لكن فكره مجلس حكماء لا تقتصر على المعنى اللغوي العام للكلمه. مجلس حكماء يعني هيباشر صلاحيات تشريعيه حقيقيه. مجلس حكماء يعني هيدرس مشروع التعديل الدستوري ويكون له رأي أو لازم يوافق عليه. مجلس حكماء من الناحية الدستورية إن أنا حضرتك أديله صلاحيات رقابية، إن أنا أحل كل إشكاليات، وخصوصا أنا لو بصيت للمزاج الانتخابي العام في مصر بيخليني محتاج دايما مجلس الحكماء ده. مجلس الحكماء لو بصيت إن الحد الأدنى للسن 35 سنة، يشترط مؤهل عالي. ومجلس الحكماء ومجلس الشيوخ ليس بدعة في مصر. صح. ده موجود في أعتى الديمقراطيات نظام المجلسين، وموجود في دول عربية كثيرة نظام المجلسين. وعودته مجلس الشورى في شكل مجلس شيوخ بصلاحيات دستورية حقيقية هو ده مرجو لحيوية الحياة السياسية المصرية. أسألك سؤال يا دكتور قبل ما نطلع الفاصل، وبصراحة شديدة، هو عمرنا كنا بنتناقش كده وبنتكلم على الدستور ونفند يعني مواده، او كنا بنقول احنا بنعترض او بنرفض؟ عمرنا كانت بتحصل دي، ولا كان بيتم الاملاء وخلاص في الموضوع؟ نتكلم بصراحه قبل 30 يونيو. قبل 30 يونيو في دستور 2012 اللي هو احنا امام التعديل الثاني له ان شاء الله، دي وثيقه دستوريه وضعت بليل سهر فيها الساهرون لحد الساعه 5 6 الصبح، وبعدين صباحنا الصبح قالوا لنا فيه دستور وبيسلموه على ستيج كبير جدا وبيقولوا هندعو المواطنين للاستفتاء عليه. بل قبل 2011 كمان التعديلات اللي تمت في 2005 و2007 دي تعديلات كانت نهائية مقررة، وبالتالي كانت بتاخد طريقها. اشكرك. لكن انا محتاج ابين الحته ديت في التعديلات الحاليه. لما رحنا الحوار المجتمعي حول التعديلات في مجلس النواب، ايوه،
احنا احتراما لنفسنا وكمهنيين، هل حد املى عليكم حاجه؟ لو حد قال لنا شيء انا عن نفسي ما كنتش هروح، ولا حد من زملائي اساتذه القانون الدستوري كان هيروح. ما حدش املى علينا اي شيء بشكل نهائي. احنا كنا بنتكلم بمنتهى الحريه. رئيس مجلس النواب الاستاذ الدكتور علي عبد العال ترك المجال لمن يريد ان يقول كل ما يريده. اول يعني مثلا اقول لحضرتك رئيس جامعه القاهره اول من تكلم الاستاذ الدكتور محمد عثمان خشت وقال انا اعارض عوده مجلس الشيوخ. ايه اللي حصل؟ مش عايزين ديكور في الحياه السياسيه. ايه اللي حصل له؟ ولا اي شيء. على فكره انا وقيل اتشال. انا اتكلمت لمده 10 دقائق ورفضت مواد وطلبت تعديلات مواد. انا هتكلم معاك فيها وكل المشاركين ابدوا رايهم بمنتهى الحريه. خليني برضو يعني اما نروح نشوف تقرير عن التعديلات الدستوريه ارجع لسيادتك واعرف برضو من رؤيه الدكتور رجب طاجن وكيل كليه الحقوق واستاذ القانون الدستوري ايه المواد اللي حضرتك شايف ان ما كانش مشكله انها تتعدل كده، او مواد شايف انها يتم حذفها ويتم تعديلها بمواد اخرى. خلينا نروح نشوف التقرير عن التعديلات الدستوريه ونعود مره ثانيه لضيفي الكريم القامه الكبيره وكيل كليه الحقوق بجامعه القاهره استاذ القانون الدستوري دكتور رجب طاجن. خليكم معنا. السادة ضيوف المجلس الكرام من رؤساء الأحزاب السياسية ورجال السياسة وشباب الأحزاب، أرحب بحضراتكم جميعا في مجلس النواب في رابع جلسات الحوار المجتمعي الخاص بالتعديلات الدستورية. أعلنت الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في جلسة الاستماع الرابعة باللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب تأييدها للتعديلات الدستورية المقترحة بالبرلمان. وأكد الدكتور ياسر الهضيبي ممثل حزب الوفد الجديد تأييد الحزب لعودة مجلس الشيوخ شرط أن تكون له صلاحيات تشريعية، وأشار إلى أن الحزب يرى أن زيادة مدة ولاية الرئيس أمر طبيعي وملائم، ويوافق على مد فترة الولاية من 4 إلى 6 سنوات. واقترح المهندس حازم سليمان عمر ممثلا عن حزب الشعب الجمهوري منح مجلس الشيوخ عند عودته اختصاصات تشريعية كاملة. كما وافق أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن على كل التعديلات المقترحة. وأكد الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان أن تعديل الدستور محكوم بإجراءات لائحية ودستورية، وأن التعديل الدستوري من أهم الأعمال، مؤكدا أن المجلس حريص على أن تكون التعديلات شكلا ومضمونا متفقة مع المادة 226 من الدستور. ولفت عبد العال إلى حرص المجلس على أن تأتي التعديلات في مصلحة المواطن، وأن تكون الوثيقة الدستورية متطورة مع تطور المجتمع، منوها بأن التعديلات الدستورية المقترحة تعمل على التوازن بين طوائف المجتمع وإصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذجين الرئاسي والبرلماني وتنظيم السلطة القضائية. وأشار إلى أن التعديلات المطروحة مجرد مقترحات ولم يتم التوصل بعد إلى صياغات نهائية، وأن ذلك هو الهدف من الحوار. طبعا قادة ورؤساء الأحزاب استفدت كتير جدا من حكمتهم ومن خبرتهم، فبالتالي وما يكون من آراء. كلام محترم لرئيس مجلس النواب والسادة الموجودين في حوار مجتمعي واضح وشفاف. تعقيب حضرتك ايه قبل ما نروح لفاصل؟ تعقيبي بشكل سريع ان ما حدش املى علينا شيء، ما فيش تعديلات معلبة عشان خاطر نتكلم نروح ندخلها في الطريق وخلاص. تعقيب ان التعديل لا يخالف المادة 226. المادة 226 هل هذا كان تعديلا من الحكومة المصرية هي اللي قدمته؟ بالتأكيد الحكومة لم تكن طرفا ولا يجوز التعديل، يقدم إما من رئيس الجمهورية وإما من خمس عدد أعضاء مجلس النواب، والتعديل قدم من مجلس النواب
ولو تتذكر من كام يوم الدكتور علي عبد العال اقسم بالله العظيم ان ما حد بيتدخل ولا له علاقه بالموضوع ده خالص، وبالتالي السلطه التنفيذيه بمعنى واسع برئاسه السيد اصل رئيس كتر الجمهوريه. الاشاعات بتخلي المسؤولين يخرجوا والله عن شعور. احنا حضرتك عندنا حرب على السوشيال ميديا بشكل كبير جدا، ومحاوله الوصول بالناس الى فكره اللا يقين والتشكيك، صح؟ طبعا ما هي دي فكره خطيره جدا، ان هو يلعب على العقل الجامعي للناس، يدمر الناحيه النفسيه عندهم، يوصلهم لرؤيه ان ده اللي الحكومه عايزاه، ده اللي الرئيس عايزه، وده كلام غير حقيقي بالمره. ويكفينا يمين الدكتور علي عبد العال، ويكفينا الكلام بشكل مطلق وبمنتهى الحريه في مجلس النواب، والكلمات مسجله. طب واحنا هنا في التلفزيون المصري لم بصراحه احنا هل في حاجه املت على حضرتك؟ لا، انا حضرتك احترامي لنفسي لا يمكن ان اخضع للاملاء في الناحيه المهنيه. بالظبط. انا ما اقدرش املي عليك حاجه مهنيه، وبالتالي احنا جينا نتكلم بمنتهى الحريه عشان خاطر مصلحه بلدنا، ما عندناش اي هدف اخر. بس بصراحه الدوله المصريه والتنميه والامن القومي اهم عندنا من اهل الشر، واظن بقى نلف لهم ظهرنا ونروح لرفع اذان المغرب حسب توقيت مدينه القاهره، وبعد رفع الاذان اعود مره ثانيه لضيف الكريم المحترم دكتور رجب طاجن وكيل كليه الحقوق، لان عنده مواد هنتكلم فيها وهيقول لنا ايه اللي معترض وايه اللي مش معترض منها. خليكم معانا. اهلا بحضراتكم من جديد ومباشر مصر، وما زلنا بنتكلم على مواد التعديلات الدستوريه المطروحه امام مجلس النواب بعد الموافقه على طلب التعديل في حوار مجتمعي بيشارك فيه اساتذه القانون، المراه، شخصيات عامه، ناس كتير قوي بيشاركوا في هذا الموضوع، وناس قامات ورؤساء احزاب وناس محترمه جدا، والكل اجمع على انه حوار بلا اي املاءات. فنرجو بقى من اهل الشر يسيبونا في حالنا شويه، وبلدنا ان شاء الله يعني تستمر. ويعني كلام دكتور رجب طاجن في البدايه واكد تاكيدات كثيره جدا، فننسى بقى الموضوع ده، مش عايزين نفتحه تاني. احنا عايزين نتكلم عن التعديلات ونفهمها عشان حضراتكم تفهموا، عشان ان حصل دعوه للاستفتاء تعرفوا انتوا نازلين تستفتوا عن ايه. صح يا دكتور ولا انا غلطان؟ بالتاكيد انت محتاج تفهم عشان تنزل، وفي كل الاحوال لازم ننزل، ولازم تقول، ما حدش بيقول لك روح وافق، روح قول نعم، قول اللي انت عايزه، لان المشاركه في حد ذاتها هي لمصلحه الوطن. صح. وظهورنا امام العالم، وان التعديلات ديت لازم تظهر بالصوره المشرفه. وفي حريه، انا حريتي كمواطن ان اقول لا او اقول نعم. احنا في مدرجات الجامعه بنقول بنوعي دلوقتي، بنقول للطلاب، بنفهمهم وبنقول لهم انزل وقول لا، انزل وقول ما فيش اي بس لازم ينزل، مش يقعد على الكنبه بقى زي ما الناس تانية بيحسب الرصيد السياسي على المشاركين وليس على فكره. هل نزولنا في مصلحه للبلد؟ خليني اكلمك بصراحه وانت قيمه قانونيه. بالتاكيد نزولنا في مصلحه للبلد، لانه بيعكس مصداقيه النظام السياسي ومصداقيه الاجراءات الاقتصاديه اللي بتتم، وتوجه المواطنين نحو خيار مفصلي واساسي اللي هو خيار استقرار الدوله. خليني بقى اسيب سعادتك تقول للناس ايه المواد اللي انت متفق معاها، المختلف فيها، المواد اللي انت محتاجها، حتى لو قلنا مادتين ثلاثه النهارده ونكمل مع حضرتك في حلقات قادمه، يعني قولها لي. حقيقي مشروع التعديل محترم، بيقدم حاجات كتيره جدا لصالح، دايما بقول، دعم الحياه السياسيه وحيويه النظام السياسي وتوسيع مستوى ونسب المشاركه بشكل كبير جدا، وده كلته في مصلحتنا لو احنا عايزين ننتقل لدوله كما نبغيها موجودة على نفس مستويات الدول اللي احنا دايما بنتكلم عنها. فالتعديل لو بصينا مقترح التعديل في نص المادة 102 هو في عنده جزء في المادة 102 ويبين القانون شروط الترشيح، ويجي لغايه ما يوصل لي ويقول لي والتمثيل المتكافئ للناخبين. تمام. ده حضرتك معيار صعب جدا. بالتأكيد صياغة الوزن النسبي او الوصول للوزن النسبي لأصوات الناخبين في مختلف
ارجاء الجمهوريه على الرغم من التنوع في نسبه عدد السكان في كل اقليم سيكون مشكله كبيره جدا، ويؤدي الى عدم دستوريه قوانين الانتخابات وعدم قدرتنا احنا كقانونيين او سياسيين على صياغه نص يحترم هذا المعيار. تمام. فالمعيار يعني يدخل في فكره يعني وده انت رفضته مثاليه جدا، والقانون هو الواقعيه. تمام، عشان ما تعملش عدم ده دستوريه. ده احنا طبعا لان حصل المحكمه الدستوريه العليا حكمت بعدم دستوريه قانون الانتخاب اكثر من مره استنادا لهذا المعيار، ولذلك من مميزات هذا او من ايجابيات هذا التعديل ان هو بيحذف الحته ديت او بيتخلص عشان ما يبقاش دايما في عدم دستوريه، عشان حضرتك يحقق نصل الى فكره الاستقرار بالمعنى الحقيقي. من ضمن الحاجات برضو احنا بالتاكيد تاكيدا للكلام المادة 226 لم يقع أي مخالفة لها في التعديل. مدة ولاية الرئيس مدتين، لا قيود أبدا على أن المدة تبقى من 4 سنوات، الولاية تبقى من 4 سنوات إلى 6 سنوات أو أكثر. احنا الشرط في الولايتين وقلنا بمزيد من الضمانات وهو شرط وليس حظر. المادة 102 برضو من المواد المحطوط نص مقترح ان هو يجيز لرئيس الجمهورية الحالي ان هو يدخل الانتخابات القادمة. الديمقراطية ما فيهاش قيود. الديمقراطية اذا تحققت فيك الشروط يجب ان تتاح لك الفرصة. وليه؟ لان الرجوع في الاخر للمواطنين هو اللي يقول انا عايز او مش عايز، ما تصدرش. كوتة المرأة رأيك فيها ايه؟ كوتة المرأة المرأة انا برضو بتعود للمزاج الانتخابي المصري العام اللي هو يعني مسيطرة عليه فكرة الذكورية نوعا ما، وان دايما ما بينتخبش المرأة، ولذلك كوتة المرأة بالتأكيد هي دستورية، بالتأكيد تدخل في نطاق مبدأ دستوري كلنا كأساتذة قانون نعرفه، واسمه مبدأ التمييز الإيجابي. التمييز الإيجابي ده لتمكين الفئات المهمشة والضعيفة انها تباشر. الموضوع مش المرأة بس، الموضوع مش المرأة، الناس اختزلوها في المرأة بس عشان الموضوع مش المرأة. لكن انا قدام 25% من عدد اعضاء مجلس النواب في حال الموافقة على هذا التعديل حاجة محترمة. المرأة كانت حاجة اقل من المطلوب يا فندم. اقل من المطلوب، لان انت بتعترف ان فكر الذكوري في المجتمع 75% لسه. فانا محتاج ان انا ادعم الحته دي تماما. برضو من الحاجات اللي طالبنا بمراجعتها في الحوار المجتمعي ان احنا مراجعه التعديل الخاص بانشاء منصب نائب رئيس الجمهوريه، لان احنا النظام الدستوري بتاعنا ما زال بالرغم من بعض ملامح النظام الرئاسي نحن امام نظام برلماني بشكل واضح او يميل للبرلماني، ولذلك لسنا محتاجين لتسليس في راس السلطه التنفيذيه. انا عندي رئيس الدوله ورئيس مجلس الوزراء. طيب تسمح لي عشان بس وقتنا وكده نقف عند هذا الموضوع، ويكون لنا لقاء مع حضرتك الاسبوع القادم تنورنا ونستكمل الكلام والحوارات في التعديلات الدستوريه، لان من حق المواطن المصري عليا وعلى سيادتك وعلى رئيس الجمهوريه وعلى مجلس النواب وعلى حق المواطن المصري اللي هو صاحب الكلمه الاولى والاخيره ان هو يفهم هذه التعديلات الدستوريه. بالتاكيد احنا من دورنا ان احنا نبين للناس، وده واجب علينا وتكليف وطني ان احنا نبين للناس التعديلات الدستوريه ونبين لهم ايجابياتها ونبين لهم السلبيات اللي فيها. وحضرتك بينت ان في سلبيات وفي ايجابيات واللي قلناه في الحوار المجتمعي، وان شاء الله هيتعدل. اعتقد انه هيتعدل بشكل كبير عشان التعديل يعني يصل للمواطن بصوره واضحه وبسيطه وتحقق مصلحه البلد ان شاء الله باذن الله. وكلنا عايزينها بلد جميله في الاخر عشان تبقى وهي ام الدنيا. أنا بشكر طبعا ضيفي الكريم الدكتور رجب محمود طاجن وكيل كلية الحقوق وأستاذ القانون الدستوري الفقيه الدستوري. بشكرك شكر جزيلا لوجودك معنا يا فندم. أنا بس عايز أقول للناس قبل ما أطلع الفاصل إن تنفيذا طبعا لتعهدات مصر الدولية وأيضا توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مكافحة الهجرة غير الشرعية. احنا عارفين دايما سيادة الرئيس كان بيسافر ودايما كان في حتى بيتقال في مؤتمرات كثيرة مع المستشارة الألمانية والمستشار النمساوي والاتحاد الأوروبي لما كانوا في شرم الشيخ موضوع الإرهاب والهجرة الشرعية. عايز أقول إن استطاعت الأجهزة المحترمة الرقابية الجدعان الرجالة اللي بيحموا البلد دي اللي ما عندهمش مجاملة لأي شخص أيا كان، الرقابة الإدارية النهاردة عملت موضوع محترم جدا واستطاعت إن هي تكشف تورط 22 شخص. عايز اقول لكم 22 متهم في محافظات القاهره والاسماعيليه والقليوبيه والدقهليه. بيعملوا ايه؟ بيستقطبوا ويسهلوا سفر الاطفال والهجره غير الشرعيه. قد ايه الضماير ضاعت،
قد ايه الضماير انتهت عند بعض الناس اللي بتسوي لهم نفسهم يبيعوا ضمايرهم عشان الفلوس. بس فعلا عندنا رجاله سواء في القوات المسلحه وفي الشرطه المصريه وفي القضاء وفي الرقابه الاداريه. تحيه اجلال وتقدير الرقابه الاداريه على انها فعلا تكشف قضيه مهمه زي كده. وهنروح لفاصل، وبعد الفاصل الزميله ايمان العقاد وفقره اخرى في مباشر مصر. خليكم معانا.